واحدة بتقول أنا متجوزة من 7 سنين، متجوزة في وسط ناس مش شبهي للأسف. ووقفت مع جوزي وقفة مفيش ست بتقفها، ومش بيفتكر لي أي حاجة كويسة من كتر ما أهله بيتحشروا في حياتنا وكرههم ليه. وأنا كنت بدر دروس وأقول أساعد مع جوزي في مصاريف البيت والدنيا صعبة. أهله بقى بيقعدوا في الطريق علشان يضايقوا الناس اللي بيجي ياخدوا عندي الدروس، لحد ما رنوا عليه وقعدوا يقولوا له: ده مراتك ومراتك ومراتك وبتدي دروس ومبهدله وعامله. فحلف عليا بالطلاق اللي انا مديش دروس تاني، ولا في بيتي ولا في بيت والدي ولا في شقتي ولا في اي حاجه. وما فكرش اللي هو يقول لهم دي بتساعد معايا في البيت، لا دايما سلبي وبيجي عليا في كل المواقف علشان خاطر اهله. وانا ماليش لازمه ولا عمل له كرم في وسطهم، وعايشه مهان. وكان بيجي من السفر ياخد اولاده وننزل يتغدى مع والدته، وناديت عليه وبقول له هات الولد من العيال يجي ياكل معايا. طلع فوق ونزل ضرب فيا على راسي وضرب الاقلام وعلى وشي، ويقول لي انت عاوزه تكرهيني في اهلي؟ والله انا ما في نيتي اللي انا اكرهه ولا اي حاجه، وبتكلم معاه بكل ادب. وتاني يوم وانا بغسل لبسه لقيته لابس ورايح يشتكي لاهلي لوالدتي، وقالت له لا، وهو ما فكرش بعقل اللي هو رايح يقول لها الكلام ده. وكمان اهلي لما عرفوا كده مسكوه وبهدلوه وقالوا له مش كفايه وكتر خيرها اللي هي بتساعدك وبتيجي على نفسها وعمايل اهلك معاها، وكفايه ضربك ومعاملتك الوحشه معاها. وانا تعبت وصبرت معاه وبالصحه وبالفلوس، ونفسيتي تعبت ومشتتة ومش عارفة اكمل معاه ولا اتطلق بسبب الضرب والاهانة. وكمان ضعيف الشخصية في وسطهم كذا مرة ابن اخوه يشتمني ويهني، واقسم بالله حتى ما بيقول له عيب ولا غلط. وانا مؤهل عالي وختم القرآن وحافظاه، وانا ليا شخصيتي والناس كلها بتحبني وتحترمني، الا زوجي بيقلل مني، وده حاجة تعباني جدا. واهله بييجوا قصادي يمثلوا انهم بيحبوا الاولاد، واول ما يسافر اقسم بالله ما بيسألوا فيهم ولا بيرن عليهم ولا بيكلموهم ولا اي حاجة. وانا انسانة طموحة وناجحة وكنت بشتغل وكنت بجيب دهب، وهو دايما عاوز يحبطني ان ممنوع اشتغل. ونصيحة لكل زوج: اوعى تمد ايدك، هي بتقولي ان النصيحة لكل زوج اللي اوعى يمد ايده على مراته. الست مخلوق ضعيف، وانت بتقويها بحنيتك وعطفك معاها، واتكلم مع مراتك كويس قصاد اهلك علشان يحبوها، تبقى العلاقات بينهم كويسة، ودعمها وقويها وما تضعفهاش. وانا بقيت اكره شقتي بسبب الذكريات الضرب اللي في كل مكان، وبقيت اكره اقعد معاه. وكمان نفسيتي مش مستقرة بسبب ان ببقى في بالي ان اتطلق واكسب نفسيته وكرامتي. والزائد انه كمان مش بيرضى يخرج معايا، بياخد عياله ويخرج بس هما بس من غير اي حد. ومرة ولد من الأولاد كان تعبان، راح بيله الدكتور لوحده ومرضاش اللي أنا أروح معاه أطمن على ابني، ولغى شخصيته خالص، وهو أكبر مني ب9 سنين. وكمان بيخاف يروح عند بيت والدي بسبب والدته، لأن والدته أهانته قبل كده. وحتى لما نبقى في العزومات ما بيرضاش يروح معانا. ومن ساعتها أهلي مرة تانية عزموه ومرضاش برضه يروح، وسابني امشي انا والاولاد لوحدنا في الشارع قبل المغرب بدقايق. فانا محتاره اعمل ايه، اتطلق ولا اكمل؟ والله انا في نظري لا سيبيه، لا سيبيه. مفيش، بص احنا مفيش هنقول عشان الاولاد. ما هي الاولاد لما تشوف الاب بيهين الام باستمرار وبيضربها ومش بيحترمها، واهله مش بيحترموها، حتى اصغر العيال مش بيحترموها، العيال هتطلع نفسيتهم وحشه. على الاقل لما يبقى عاوز في بيت مستقر بعاد عن الاهانه وقله القيمه دي، على نفسيتهم هتبقى كويسه. هو واحد ما بيحترمش حد، وفعلا هو شخصيته ضعيفه، وغير كده هو ما بيرضاش يخرجك ولا ياخدك معاه، لان هو ما عندوش ثقه في نفسه. مش هقول هو ما عندوش ثقه فيكي، لا هو ما عندوش ثقه في نفسه اصلا. شخصيه ضعيفه وجبانه، اللي بيجي على شخص ضعيف هو اضعف منه واجبن منه والله. بس انت لو انت قادرة فعلا اللي انت تبقى عندك بيتك وتاخدي ولادك وتربيهم
وهتقدري على كل الدنيا دي، لا خديهم وبعدي، بعد عن الاهانة وقلة القيمة دي. لان هو حتى برضه لو اتجوز واحدة تانية، هو نفس الموضوع مش هيتغير، هو واحد ضعيف الشخصية. وكويس كمان اللي اهلك يعني عارفين كل اللي بيحصل ده، ومش بيصدقوه في كل الكلام ولا كل الافعال اللي بيعملها دي، وعلى الاقل بيفوقوه. حتى هو لو فوقوه هو مبيفرقش معاه، هو واحد ودن الاهل بس. وحتى لما بيبقى ودن الاهل هو مش عارف يميز بين الصح والغلط، مش عارف يعني ايه اللي انا لو انا احترمت نفسي ومراتي، الناس اللي حواليا يحترموني. لان الزوجة احترامها من احترام الزوج، والاولاد احترامهم من احترام اهاليهم. لما حد يقلل منهم هيقللوا منه، وشوية شوية مش حتى مش هيكلموهم، ده هيشغلوهم عندهم. لانه عارفين اللي ابنهم مش هيعمل حاجة، هيسمعهم وهيصدقهم وخلاص. فلا، الشخصية دي ما تكملش معاها غير كمان الضرب والإهانة وقلة القيمة. لا، احترمي نفسك واحترمي كرامتك واحترمي كرامة عيالك، وبعيد عنه أحسن.